السلام عليكم. خلي بالكم يا جدعان، اقسم برب العزه انا ناس كلمتني على التليفون على اساس ان هم من خدمه العملاء بتاعت شركه اتصالات، وقال ايه؟ قال لك ده انت كسبت معانا كاش باك 750 جنيه. لو عندك محفظه اتصالات كاش ابعت لنا الرقم بتاعها واحنا نبعت لك عليها الفلوس. بعد كده بيستدرجك يقول لك طب الفلوس مش عارف كام عشان تعرف ايه الفرق، نزلت لك ولا لا، سمعت عندك ولا لا، ومش عارف ايه. طب خليك معايا في نفس اللحظه. الناس دي هاكر يا جدعان، ما حدش يصدقها، اقسم برب العزه هاكر. اتعملت فيا من ساعه وانا الحمد لله الحمد لله ما عرفوش يضحكوا عليا. قال لي طب خلاص يا فندم انا مش هعرف ابعتها لك على المحفظه دلوقتي، خلاص في عندك انستا باي؟ قلت له اه. قال لي خلاص في واحد هيتصل عليك، في خدمه هتتصل عليك دلوقتي من البنك الاهلي هتكلمك. وفعلا بعتوا لي رساله من MBA، وفعلا الرساله جات لي فيها كود التحقيق. تمام. وقالوا لي انت ده احنا خدمه العملاء وفي فلوس جايه لك. الاول قال لي 750، بعد كده قال لي 5000، بعد كده واحد تاني اتصل علي قال لي ده 8000. يبقى إن معاك انستا باي؟ قلت له اه. قال لي طب خلاص افتح انستا باي. فتحت، قال لي اضغط كلمه ارسال نقود، ارسال نقود. فاتكيت عليها، قال لي اكتب الرقم دوت ان انت تحول عليه تحول عليه. قلت له ماشي، كتبت الرقم. قال لي طب اكتب بقى المبلغ، انت معاك افتح كده الرصيد بتاعك فيه كام. فقلت له، اما قال لي طب بص انت هيتضاف لك دلوقتي 8000 جنيه، يعني انت هيبقى عندك في المحفظه بتاعتك قد كده. فقلت له خلاص ماشي. فالمهم قال لي ايه، اكتب بقى في الخانه بتاعت المبلغ، المبلغ المطلوب قد كده، اللي هو ايه مثلا. قال لي 7 8 9 7. اكتب دوت. وبعد كده التك تاكيد، وبعد كده التك ارسال. فانا طبعا الحمد لله انا واخد بالي قوي ان انا كده ببعت فلوس. فانا بقول له ازاي انت بتنشط الكود بتاعي على اساس ان انت كده ما بتنصبش عليا يعني. قال لي يا استاذ اضغط بس تاكيد. عمال يتحايل عليا علشان اضغط تاكيد، ويديني وما اعبد، ويديني وما اعبد، ويديني وما اعبد. الناس دي ناس نصابه، ناس نصابه. قفلت معاهم دغري، ما كملتش معاه المكالمه، وما رضيتش اعمل تاكيد ارسال المبلغ. قال ايه، بيقول لي انا كده ده الكود وبنشط لك مش عارف ايه، فاكرني اهبل. المهم رحت انا اتصلت على خدمه العملاء بتاعه البنك الاهلي المصري اللي انا عامل حساب عليها. لما انا اتصلت عليهم قالوا لي يا فندم مفيش اي حد هيتصل من عندنا يقول لك افتح انستا، مفيش حد من عندنا يقول لك افتح اتصالات كاش او فودافون كاش، مفيش حد من عندنا هيتصل عليك من رقم تليفون عادي، يعني يتصل عليك من الارقام الخاصه بالبنك اللي هي الارقام الساخنه، وموجوده جدا، موجوده في كل حته على جوجل وموجوده في كل مكان. يا جماعه خلي بالكم، انا هبعت دلوقتي الارقام ديت صور مع الفيديو ديت، وهبعت رساله التاكيد اللي هو بعتها لي على اساس ان هو كده البنك الاهلي. والله 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 العالم دي عالم نصابه حراميه، خلي بالكم ما حدش يسمع كلام حد. مره تانية اتصل على رقم زوجتي وقال لها انت مقدمه في الخدمه